لا بقى اقول لك انا ليه لسه عند رايي ان زيزو افضل مكان ليه يلعب على الوينج مش في القلب كبلاي ميكر، وان بن شرقي لو لعب في المكان ده هيكون افضل بكتير من زيزو. هنا بص تعالى بص، زيزو لما استلم الكوره على الطرف، اول ما استلم الكوره ورفع عينه لقى بن شرقي بيتحرك في خط الدفاع، خلاص هيضرب خط الدفاع. وهنا بقى ذكاء بن شرقي في الحتت دي، بن شرقي في التحركات ذكي جدا، وبيقدر ان هو يكسر اخر خط دفاع، وبيقدر بيتحرك من غير كوره بشكل ممتاز جدا، ودي من المميزات اللي عند بن شرقي. هنا هنبص بن شرقي بيتحرك في المساحه الفاضيه دي كلها بين اخر خط دفاع. اول ما زيزو هيستلم الكوره وهيرفع عينه هيلعب له الكوره بشكل ولا اروع، وتكنيك رائع بجد فعلا من زيزو انه يلعبها بالطريقه دي وبالسرعه دي، بحيث ان مفيش اي حد ياخد باله، وبن شرقي فعلا يكون استلم الكوره وكتمها كتمه زي ما قال الكتاب ببطن رجله في البعيده. كوره صعبه جدا على عواد ويسجل النادي الاهلي الهدف الاول. وعشان كده انا بقول لك زيزو كل ما يروح على الطرف هيسبب ضرر كبير قوي للخصوم مهما كان هو مين الخصم اللي قدامك، لان زيزو في الحته دي بيعرف ينتج اكتر حاجه ممكنه عنده، وده المكان المميز ليه. وبن شرقي لو لعب في القلب او لعب فيرود ده هيكون المكان المميز ليه، في ظل ان انت بتلعب تريزيجيه على الطرف.